أو المنتجات الآن التي تصدر عن هذه المجامع هي مقنعة فعلا، لأنها تتحقق فيها مبادئ العدالة والمساواة التي هي أصبحت مطلوبة الآن في كل البلاد، سواء كانت البلاد الإسلامية أو البلاد الأخرى. وأثلج فعلا صدري ما سمعته من فضيلته أنه وهذا خبر صار فعلا، أن هناك عدد من البنوك التي الآن تتحول من الصبغة التقليدية إلى الصبغة الإسلامية، وأن هناك يعني مؤسسات داعمة تساعدها للقيام بهذا التحول. ونتمنى أن تتوسع روقعة هذه الأبناك، وأن يصبح هذا التحول هو القاعدة ليست الاستبدال. أشار فضيلته كذلك لكثير من العقود التي لا زال تاريخ الإنسانية يشهد بذلك، وعلى أصلها ما يسمى في القانون الصرفي بالشيك والاستفتاء، وكثير من تقنيات المعاملات المصرفية بصفة عامة التي يشهد المؤرخون الآن في المجال القانوني أنها فعلا كانت من ابتكار الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية. شكرا له للإشارة على ذلك، لأنني أنا دائما في أثناء لقائي بطلبة كلية الشريعة، وهنا أشاطر أستاذي كذلك ربيع أنه لا نرفض ما يأتينا من الغرب، ولكن يجب أن نستحضر كذلك أن الثقافة الإسلامية أسهمت في فترة تاريخية معينة بالكثير في تزويد الثقافة لتصل الثقافة الغربية لتصل إلى ما هي عليه الآن. إسهام الفقه الإسلامي وإسهام الحضارة الإسلامية فيما وصلت إليه البلاد الغربية الآن هو واضح لدى المؤرخين، ويجب أن يكون راسخا لدينا جميعا. شكرا له على هذه المداخلة، والتي أتمنى أن تتكرر إن شاء الله في مناسبة إن شاء الله مستقبلية إن شاء الله تعالى. الآن أنا مستعد لقبول طلب أي من العلماء إذا أراد أن يأخذ الكلمة، قبل أن أعطي الكلمة للأستاذ محمد قراش. إذا الكلمة لأستاذنا العلامة الأستاذ الفاضل الدكتور نظام يعقوبي الذي وفد علينا من البحرين الشقيقة، يتفضل مشكورا. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. أشكر الإخوة الأفاضل في هذه الكلية العريقة على هذه الدعوة الكريمة، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وكذلك الإخوة الذين نظموا وبذلوا أوقاتهم وجهودهم، ولا سيما من كان منهم من الجنود المجهولين. إن حب هذه المدينة الكريمة العريقة العتيقة في العلم وأهل العلم مشهود ومعروف، ولا أدل على ذلك من هذا الحضور الكريم من هؤلاء الطلبة. ولو كنا في مدينة أخرى لوجدنا صف أو صفين يحضرون المحاضرات العلمية، لكن يحضرون حفلات الغناء والطرب وغيره. وأيضا من الدليل على ذلك أن شيخنا المسند الكبير فضيلة السيد عبد الرحمن بن علامة الدنيا الشيخ عبد الحي الكتاني وهو فوق 90 قد أتى ليرى العلماء ويجلس مع أبنائه الطلبة. فجزاكم الله خيرا على ذلك. ولا أريد أن أطيل لأن الوقت ضيق، وأريد أن أسمح للشيخ الدكتور يوسف ديلورنزو من أمريكا، المسلم الأمريكي العالم أيضا النيوكي بدلوة. في الحقيقة والشيخ وصفني بالمكتبة المتنقلة، فإن كنت أنا كذلك فإنما أنا رف في مكتبة الشيخ. وإنما نحن بعد فضل الله تعالى نرجع
تعلمنا لهذا العلم من فضيلته وفضيلة شيخنا الدكتور عبد الستار أبي غدة وغيرهم من أهل العلم والفضل الذين علمونا وربونا، ونحن إنما نعتبر أنفسنا أولادهم روحا وعلما. يعني نقاط سريعة. أولا أريد أن أقول إن هذه المصارف الإسلامية يجب أن تعلم أنها ليست مؤسسات زكاة ومؤسسات خيرية أتت لتمول الناس مجانا، لأن أحيانا بعض الناس يظنون كذلك. هي مؤسسات تجارية لهم مساهمون، والمساهمون يريدون ربحا في آخر العام، ولهم مودعون، فالمودعون يريدون أرباحا في آخر العام. فنعم هي من أهدافها كما تفضل شيخنا الزكاة والصدقة وغيرها، ولكن هي مؤسسات تجارية تنافس مثل غيرها، لكن بضوابط وأسس شرعية متينة. فيعني هذا الخطأ والتصور الموجود عند بعض، حتى للأسف بعض أهل العلم، أن لماذا هذه المؤسسات تمول سيارة تأخذ نفس المبلغ الذي يأخذه البنك كذا وكذا. هي ليست مؤسسات صدقة. من كان يعني من أهل الصدقة أو من أهل الزكاة من مصارف الزكاة يذهب إلى جهات البر والزكوات وغيرها. أما هذه فقد أتت لتمول العاملين والصناع والموظفين وغيرهم، وأكثر هؤلاء ليسوا من أهل الصدقة ومن أهل الزكاة. الأمر الثاني نريد أن نتواضع، وأنا نصيحتي ألا نبرز أنفسنا أننا أتينا لننافس البنوك الربوية ونقضي عليها. فانتبهوا، إذا نشرنا هذه الرسالة فيها خطورة، وإحنا عندنا تجربة، إنما نحن نقول نحن أتينا لننافس هذه البنوك منافسة شريفة ونتعلم منها ويتعلمون منا. نتعلم منها ويتعلمون منها. أنا قلت في لندن في مبنى البرلمان البريطاني، قلت لهم أنتم أيها الأوروبيون تعلمون الإبداع والتطوير ويعني innovation ومدري ايش ومن هالكلام الخرطي. فيعني لماذا ليس عندكم في التمويل من 500 سنة إلا عقد واحد، وهو عقد القرض بربا؟ من 500 سنة بنوككم لا يوجد فيها إلا عقد واحد، وهو عقد الإقراض بربا. فلماذا لا تبدعون، تجربون، تشوفون؟ يمكن اللي عندنا ينفعكم، ينقذكم من الإفلاس، من كذا وكذا، يحفظ أموالكم. فنحن لم نأتي لكي نعاديكم أو نحاربكم، إنما أتينا لندعوكم إلى حفظ أموالكم، إلى أن لا تقامروا بأموالكم، أن لا تذهبوا بها في عقود الغرر والمضاربات في الأسواق التي لا يعرف إيش فيها وإيش ليس فيها. مدخراتكم حافظوا عليها. فينبغي أن تكون هذه الرسالة التي نخاطب بها الناس، وليست المواجهة. كسب الأعداء سهل، ولكن كسب الأصدقاء ويعني الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. في واحد اللي يحط لي موسيقى. طيب، الأمر الآخر وأختم به، ولكن فيه نوع من التفصيل. منهج الإفتاء الذي اتبعته المصارف الإسلامية، هذا الأمر يحتاج إلى طلبة العلم أمثالكم في الكليات الشرعية أن ينتبهوا إلى تطور مناهج الإفتاء. كما تعلمون في عصر النبوة كان مرجع الناس هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقهاء الصحابة المفتون من الصحابة قلة، حوالي 100 أو كذا، ذكرهم الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين أيهما شئت. ثم بعد ذلك بعد عصر الصحابة والتابعين أتى عصر الأئمة المجتهدين رحمهم الله تعالى، وكان الأئمة دورهم هو الإنشاء والإرشاد. ينشئون الاجتهاد بمعنى أنهم يجتهدون في الأمور الجديدة، والإرشاد أحيانا كان يرشد مثلا الإمام أحمد إذا علم أن رأيه شديد فيرشد المستفتي إلى مجتهد آخر أو مفتي آخر. ثم أتى أصحابهم في مدوناتهم وتنوعت الآراء حتى في المذهب الواحد، ونشأت المذاهب الفقهية العظيمة.
ثم مع تطور المجتمعات وتعقد أمور الحياة ضاقت المذاهب، فأصبح نفس أصحاب المذاهب يبحثون في كتبهم عن تقليد غير مذهبهم، ومتى يجوز الخروج خارج المذهب، ومتى يجوز الأخذ بالقول الضعيف، ومتى يجوز كذا وكذا وإلى آخره. وأعراف الناس لما كانت تتغير، فعندكم أنتم هنا عمل أهل فاس وعمل أهل سوس وعمل أهل تطوان وكتب الأعمال، يعني لازم عندكم دراسات فيها. ومن النكت واللطائف يقول جاء واحد إلى السيد أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله شيخ شيوخنا وقال له يعني عمل أهل فاس كذا، قال أنا لا أعترف بعمل أهل المدينة، الفكري عمل أهل فاس. يعني لكن حقيقة هذه الأعمال كتب الأعراف لها أهمية. لما أتى أهل الأندلس إلى فاس يعني اختلطت بعض فمثلا أهل الأندلس كانوا يرون أن الوكيل يجوز له أن يأخذ أجرا وأن يأخذ نسبة، وخاصة الوكيل في الخصومة والدعوة اللي يشبه المحامي اليوم يعني. بينما كان مشهور مذهب مالك خلاف ذلك، أن الوكيل لا يأخذ إلا الأجر. فعمل أهل فاس قرر هذا، وأن يعني هذا شيء يمكن أن نأخذ به ونقول به. ثم بعد ذلك جاء عصر في يعني أواخر القرن التاسع والعاشر، بدأ الفقهاء يتكلمون عن التلفيق وضوابط التلفيق وماذا يجوز من التلفيق، والتلفيق ليس كله ممنوعا كما يظن بعض الناس. هذه الكتب التي ألفت في التلفيق فيها مباحث قيمة، وللأسف المطبوع منها قليل وأكثرها مخطوط. فلما أتينا في هذا العصر الحديث في النوازل والمستجدات في أمور المصارف، في أمور الطب، في أمور الحياة المعقدة، في الأمور السياسية والعلاقات بين الدول وغيرها، فالمنهج الذي سارت عليه هيئات الرقابة الشرعية هو الاختيار من جميع المذاهب، خاصة من المذاهب الأربعة، ولكن أحيانا حتى خارج هذه المذاهب، لكن ليس وفق التشهي والهوى، إنما اختيار منضبط من خلال الاجتهاد الجماعي، المجامع الفقهية، البحوث المحكمة، الهيئات الشرعية، لجان الإفتاء الوطنية في كل البلاد الإسلامية وهكذا. فأهم مبدأ ركزت عليه كما قال فضيلة شيخنا العلامة تقي العثماني عدم الخروج عن الضوابط والثوابت، عدم الخروج عما أجمعت عليه الأمة. مسائل الإجماع هذا خط أحمر، لا يجوز أن يأتي إنسان ويخالف إجماع الأمة، لكن بعد تحرير الإجماع هل وقع أو لا؟ لأن كثيرا ما يسمى الاتفاق بين المذاهب الأربعة أنه إجماع، وليس الأمر كذلك. فهذه الحركة المصرفية الإسلامية نشطت فقه المعاملات. الآن فقه المعاملات جانب حي من الفقه الإسلامي، والغربيون يجعلونه في مواقعهم ويتكلمون في مواقع البنوك المركزية عن المرابحة والمضاربة والمشاركة وكذا. بالله عليكم من كان يعرف يعني فضيلة الشيخ عمران بن العثماني نجل شيخنا العلامة قال لي قصة لطيفة، قال في دار العلوم يدرس عندنا كتاب الهداية في 3 فصول، فالفصل الأول يعرفه الأستاذ والطلبة وهو العبادات، الصلاة والزكاة والحج وكذا وكذا. ثم الفصل الثاني يعرفه الأستاذ ولا يعرفه الطلبة، يعني النكاح والزواج والطلاق. وأما الفصل الثالث فلا يعرفه الأستاذ ولا الطلبة. لكن الحمد لله هذا تغير في دار العلوم، لأنهم يدرسون الآن المصرفية الإسلامية يعني بفضل جهود شيخنا وأبنائه وأخواننا كلهم. أكتفي بهذا القدر وصلى الله عليه وسلم. القيمة التي فعلا استفدنا منها كثيرا، لأنها كانت في صميم موضوع هذا اللقاء، لأن النقاط الثلاث التي تطرق لها كلها كانت يعني تكتسي صبغة المشكلة، بحيث المنافسة التجارية أن البنك يعني الإسلامي هو منافس يمارس ما يسمى بالتجارة، وبالتالي يتوقع بدوره الربح. يجب أن تكون هذه الفكرة واضحة
وهذه مشكلة، لأن الكثير يعتقد في عموم الناس أن البنك الإسلامي هو سيقوم بالصدقة مثلا أو بالتبرع. الأمر خلاف ذلك، لأنه يمارس التجارة ومن حقه أن يحصل كذلك كما هو الشأن بالنسبة للبنك التقليدي يحصل على نسبة من الربح. تطرق للمشكلة الثانية وهي مشكلة المنافسة الشريفة، بحيث عندما نحاول الآن أن نتحدث عن البنك يعني الإسلامي فنحن ليس لنا خلفية القضاء على البنك الآخر، ولكن ندخل في منافسة شريفة، والهدف مرة أخرى وهو خدمة التنمية وخدمة المواطن وتحقيق المساواة في المعاملات. أينما تحققت هذه المساواة فالمواطن المستهلك سيقبل على المعاملة وربما ستكون كما أشار الفقيه تكون مناسبة لهذه البنوك التقليدية لتطوير معاملاتها وابتكار منتجات تسير في هذا المنحى، ونكون في ذلك آنذاك قد حققنا الهدف المبتغى ألا وهو تحقيق المساواة والنزاهة وعدم استغلال الطرف من طرف آخر. تطرق كذلك لنقطة ثالثة وفي تصوره هي كذلك مشكلة تطور مناهج الإفتاء، بحيث الآن مع الأسف الشديد تكاد الأمور تختلط على المواطن العادي، كل يفتي بطريقته، كل وأشار فضيلته إلى أن هناك ثوابت، هناك إجماع، هناك قواعد يجب الالتزام بها في الإفتاء، وأشار في نهاية كلمته إلى أمر أساسي نحمد الله عليه، أنه مجال المصرفية الإسلامية الآن هي مجال لإحياء الفقه الإسلامي وإعطاء هذا الفقه يعني بعد ومجال للتأثير على يعني المنظومات التشريعية والمنظومات القانونية العالمية. وبالنسبة للمنظومة القانونية المغربية شاهدنا وعاينا جميعا ولمسنا أن التشريع المغربي يسير في هذا الاتجاه، بحيث بعد مدونة الأسرة التي هي مستمدة من الفقه الإسلامي 100%، أتتنا مدونة يعني العقار التي هي بدونها مستمدة من الفقه الإسلامي واكتسبت الصفة القانونية، وبعد ذلك هناك مدونة الأوقاف، والآن الحمد لله نحن أمام مدونة المصارف الإسلامية، ونأمل أن يتم تفعيل الفقه الإسلامي وأن تستفيد المنظومة القانونية من هذه يعني الثروة الغزيرة وهذه المبادئ والقواعد الموجودة في فقهها إن شاء الله تعالى. الآن الكلمة سأمنحها للشيخ الشيخ يوسف. أريد قبل أن أمنحك هذه الكلمة أن أشكرك شكرا جزيلا على قبولك هذه الدعوة، وأهنئك بهذا التحول الكبير، لأنه هو تحول فعلا ينم عن وعي وإدراك لمزايا الإسلام في مجال يعني دقيق، وما أحوجنا إلى يعني الإسلام والحمد لله ونعمته من الله عليها على كل عباده في مشارق الدنيا ومغاربها. وزميلنا الأستاذ العلامة يفيد علينا من أمريكا، وهذه دولة ربما النظام الساري المفعول المسيطر وهو النظام البنوك التقليدية، فهذا مؤشر إيجابي لمستقبل البنوك الإسلامية إن شاء الله الرحمن في أمريكا وفي الدول الغربية. أطلب منه وبكل تواضع أن يتحفنا بكلمته، فنحن كلنا آذان صاغية. ليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعدوا ما استطعتم من قوة. صلى الله عليه وسلم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ماذا أقول بالنسبة لهذه الآية أو في ترشيح هذه الآية لأناس
جالسون في هذا البلد العامر أو العامر بالإيمان، والناس الذين أدركوا منذ زمن طويل قوة قلوبهم العامرة للإيمان. فالقوة الإيمانية قلب الأمر. أريد أن ألخص كلامي، لا أطول، الوقت ضيق، ولكن أهم شيء بالنسبة إليكم هو أن هذا العمل يتطلب منكم قوة إيمانية، لأنه هو عمل يشبه من جوانب كثيرة الجهاد، والقائمون عليه المفروض أن يكونوا أصحاب إيمان قبل كل شيء، وأصحاب مثابرة وصبر أمام المشاكل والعراقيل، لأن الشيطان دائما أمامكم ويتخذ أشكالا مختلفة. فقوتكم الإيمانية هي التي ترشدكم بإذن الله. أنا كنت في الطائرة أقرأ إيميل وأفكر في أمري، حيث أن الإيميل طلب مني واحد أصحاب الدور النشر الكبرى في أمريكا، طلبوا مني إعداد فصل في مستقبل المسرحية الإسلامية. فكنت أفكر ماذا أفعل؟ ماذا أكتب في هذا الأمر؟ الباب واسع. وبالإضافة إلى ذلك أنا مشغول، أنا عندي عملي في الاستشارة، عملي في الكتب، في إلقاء المحاضرات، في أعمال كثيرة مكثفة. ماذا أفعل؟ فما كنت أدري كيف أجيب على هذا السؤال، إلى أن حضرت في هذه القاعة ونظرت إليكم وإلى وجوهكم النيرة العامرة بالإيمان، فعرفت أن مستقبل هذا العمل وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة دينه وللنهوض بهذه الأمة بما يناسبها من مستويات العليا في هذه الدنيا وفي الآخرة. وأشكركم. شكرا فضيلة الشيخ على هذه الأفكار الطيبة التي فعلا وضحت للجميع أن مسألة الاقتناع بالمشروع هي مسألة ضرورية وشرط أساسي لإنجاحه. هذا مشروع تدخل فيه المملكة المغربية، والمملكة المغربية يعني من موقع المؤسسات فهي مقتنعة، ولكن لا يكفي الاقتناع على مستوى المؤسسات، ولكن اقتناع المواطن، اقتناع المجتمع المدني، اقتناع جميع المؤسسات الموازية لهذا المشروع. وهي فكرة أساسية التي عبر عنها فضيلة الشيخ، ضروري، وبالتالي من السهل ربطها بمدى مستقبل هذه الصيغة الإسلامية التي أنا أشارك بالرأي أنه في بلدنا هذه ينتظرها مستقبل إن شاء الله لا يكون. وهذا المستقبل لا يعني نريده لنا فقط، ولكن كما أشار فضيلة الشيخ قبله أن مزايا الفقه الإسلامي نريد أن نتقاسمها مع الإنسانية كلها. نحن نريد أن تستفيد الإنسانية من المنظومة الفقهية لأنها تحقق المساواة وتحقق العدل بين يعني الأشخاص وبين الفرد. الآن أعيد الكلمة للدكتور نظام يعقوبي الذي أراد أن يعلق ربما على كلمة طيبة لزميله الشيخ يوسف، فأنه إذن الكلمة تفضل. وليس تعليقا على كلام فضيلة الشيخ، ولكن هذا الجمع الكريم الذي أتانا وبعضهم سافر، فنحن يعني مدينون لهم بالشكر
ونريد أن نتحفهم بتحفة نفيسة، وخاصة من صبر وجلس ولم يخرج حتى الآن. وكثير منهم قد طلبوا إلي أن أستجيز لهم فضيلة الشيخ العلامة محمد تقي العثماني وأن يسمعهم الحديث المسلسل بالأولية، حيث إنهم جميعا طلبة علم، فيتصل سند أهل المغرب بسند علماء الهند والباكستان. فلو سمح السيد الرئيس في دقيقتين يقرأ مولانا الحديث المسلسل بالأولية ويجيز الحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. امتثالا لما أمر به فضيلة الشيخ نظام يعقوبي، واستجابة لطلب بعض الطلبة، فإني وإن كنت لم أكن أهلا لأن أجيب الحديث، فإن إجازة الحديث ينبغي أن يكون من عالم كبير مسند، ولكن امتثالا بأمرهم واستجابة لرغبتهم وتيمنا ببركتهم أقرب عليهم الحديث المسلسل بالأولية. وهذا الحديث كما تعرفون هو مسلسل بالأولية، بمعنى أن منذ عهد سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى إلى يومنا هذا، كان المعمول به عند المحدثين أنه كلما ذهب طالب إلى محدث ليقرأ عليه الحديث، فإن أول حديث يقرأ عليه المحدث هو هذا الحديث، ولذلك سمي الحديث المسلسل بالأولية. فمنا إلى سيد سفيان بن عيينة هو مسلسل بهذه الأولية، وإليه ينتهي التسلسل. فأنا أقرأكم عليكم هذا الحديث، فإنه قد حدثني به الشيخ حسن المرشاد المالكي المكي رحمه الله تعالى في المسجد الحرام، كما حدثني به الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله تعالى بمكة المكرمة، والشيخ الناخبي رحمه الله تعالى بجدة، وكل واحد منهم يرويه بإسناده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأريد أن تعيد هذا الحديث معي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأجيز جميع طلبة الحديث في هذا الحديث بهذا التسلسل، وأستدعي منهم ألا ينسوني في أدعيتهم الصالحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تفضل فضيلة الشيخ نظام أن لا تقتصر الإجازة على هذا الحديث المسلسل بالأولية، وأجيز طلبة الحديث وطالبات الحديث بإجازة عامة لكل ما أرويه عن مشايخي في الهند وباكستان وفي البلاد العربية، فأدعو الله سبحانه وتعالى لهم وللتوفيق للسداد والصواب وللتوفيق لما يحبه ويرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البارحة تجرأت أن أتحدث في حضرة السادة العلماء، السادة الفطاحلة النظار والثابون، ولربما ازدادت جرأتي اليوم لأتحدث أيضا في حضرتهم، وكل بتعبير الإمام العلامة الشيخ تقي الدين عثماني وكل خجل إذا قالها هذا العلامة فماذا عساي أن أقول أنا؟ وأنا ما زلت في الحقيقة ناظرا متأملا فيما قاله هذا الإمام النحرير وماذا يقول هذا الطويلب للعلم. وربما إن كان هناك تصغير في اللغة لست أدري، أكثر من هذا ربما لاستخدمته في هذه الفترة. فمرة أخرى أعتذر لهم عن هذه الجرعة، كما أشكر السادة الحضور خاصة طلبة الماستر في كلية الشريعة، ماستر أحكام العقار، وماستر الفقه المالكي، وماستر في سايس، وماستر المالية الإسلامية في مدينة تطوان الذين استأجروا حافلة من أجل أن يجتمعوا وأن يقدموا إلى التشرف ببركات هؤلاء الأشراف العظام الكبار من السادة العلماء. هؤلاء الذين ترونهم أمامكم هم الذين صنعوا المالية الإسلامية صنعا، فبينهم وبين الآخرين كالتاجر الذي يشتري تلفزيون صوني وبين الذي صنعه. فتأملوا الفارق بين الاثنين، تاجر يبيع وشخص آخر صنع ما يبيعه هذا التاجر، وهؤلاء صنعوا فعلا المالية الإسلامية صنعا، فبارك الله بجودة عالية. مداخلتي مختصرة في المذهب المالكي وصولا وتنظيرا، وأنا أعلم أني أكلمكم على قدر الوقت الضيق جدا، فلربما كان بودي أن أكشف عن بعض المكنون، ولكن ما سأقدمه لحضراتكم عبارة عن زخات ونفحات للأنس ليس إلا في هذا اللقاء، لقاء الذكريات، لقاء الأشواق، لأن الموضوع لا يمكن أن تنهض به مداخلة في دقائق معدودة، حيث الحديث عن المذهب المالكي وعلاقته بالمالية الإسلامية هو حديث عن بحر أبحر تغرق به البحار، ولهذا سآتي من الأصل بما فيه الكفاية وما تحصل به البغية لأهل الدراية. والقصد تأكيدا أو قطعا ليس تنقيصا من هذا المذهب أو ذاك، وإنما هو تأكيد فقط على قيمة المذهب المالكي بجانب قيمة المذاهب الأخرى. فمن وفق بالتأكيد لصبر أغوار المذهب المالكي فقد نال حظوة عظيمة من شرف العلم. ما هو المذهب المالكي؟ كلام كبير سيق في هذا المجال. أذكر ما قاله الإمام القرافي رحمه الله في كتابه النفيس الإحكام في تمييز الفتاوى عن الإحكام، قال: مذهب مالك ما اختص به من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية. بمعنى أننا نلحظ هنا أن المذهب لا يطلق على ما أجمعت عليه الأمة، وإنما على من انفرد به مذهب دون آخر، وأن ما أجمعت عليه الأمة هو من قبيل الأمور القطعية. والإمام الشنقيطي رحمه الله يقول: فعزو مذهب للاجتهاد بعد وجود النص ذو فساد، بل كل ما ثبت بالدليل ينسب للإله والرسول. كما يطلق المذهب عند المتأخرين من أئمة المذاهب على ما به الفتوى من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم، ويشمل عندهم ما قاله الإمام وما قاله الأتبعون طالما جار على أصوله ومبادئ تخريجه.
وفي مقدمة التسهيل في شرح جامع الأمهات كلام طيب عن تعريف المذهب أسوقه للفائدة، فهو يشمل جملة ما نص عليه الإمام، ما اعتبره فقهاء المذهب هو المشهور، يضاف إلى ذلك ما يخرج وفق أصول وقواعد الإمام، وهو عمل مجتهد المذهب من خلال خطوات معينة، أولها قياس المسكوت عنه على المنصوص من قبل الإمام، إدخال المسكوت تحت عموم المنصوص، إدخال المسكوت تحت عموم القاعدة، استنباط من نصوص الوحي جريا على طريقة المذهب في الاستدلال. بل أقول، وهذا مما قد يشنف أسماع العلامة الدكتور نظام اليعقوبي لأن هذا مما يحبه، فالإمام اللخمي يرى إمكانية الاستنباط من نصوص الوحي بدون مراعاة طريقة المذهب في الاستدلال، وأنا هذا أعتبره شكلا من أشكال التمرد في المذهب الإمام مالك. قال الإمام القاضي عياض عن الإمام اللخمي في المدارك: له اختيارات خرج بكثير منها عن المذهب، وهذا ما جعل الغازي رحمه الله يقول، وهو هذا بيت سمعته أيضا من الدكتور نظام يعقوبي مرتين، مرة في ماليزيا ومرة في المغرب: لقد هتكت قلبي سهام جفونها كما مزق اللخمي مذهب مالك. ولكن الحمد لله هذه سنقول تخفيفا لقوتها ننسب ذلك إلى العلماء الشراقطة، فنقول حبهم للإمام خليل وشراحهم، فربما كما يقال المحب لا يلام، فربما هم بحبهم هذا الإمام خليل جعلهم يعني يستهجنون كلام الإمام اللخمي. ونحن وأنا أرى أو ربما إن صح لي أن أقول، وأنا طالب علم لا أوافق على كلام ابن غازي ولا نعتبر ذلك تمزيقا للمذهب، بل نراه خادما للمذهب الذي يتغير في النهاية تحقيق مراد الله، وهذا يوافق نظر الإمام ابن الحاج في المدخل عنده تعليق لطيف عن رفض الإمام مالك لعرض أبي جعفر المنصور، يقول: فانظر على هذا الكلام منه مع اعتقاده فيما ذهب إليه أنه هو الأولى والأرجح على مقتضى الأصول والنظر، فلم يطعن على ما ذهب إليه غيره ولم يعبه، ولم يقول الأولى أن يرجع إلى ما رأيته أو أن يرجع إلى ما رأيته. فمنهج اللخمي في اعتقادي يفيد في تقليل النظر والفكر في مسألة من المسائل، وهذا ما يجعلنا نعتبر هذا مهما في التدليل على الادعاء الذي ادعيناه. وهنا نقطة ربما قد تغيب على بعض طلبة العلم، أن أقوال اللخمي وغيره تحكى أقوالا عن المذهب، لأن هناك ما يحكى قولا وهناك ما لا يحكى قولا، رغم تمرد الإمام اللخمي في بعض تخريجاته وتفريعاته، إلا أن أقواله ما زالت أو لا تزال تعتمد أقوالا داخل المذهب. لماذا المذهب المالكي عنده واقعية في حل النوازل؟ لماذا المذهب المالكي؟ لأن في المذهب عندنا ما يسمى بالطرق، هي موجودة أيضا في المذاهب بحمولات مفاهيمية أو مصادق مختلفة، لكنها موجودة. أي اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب، هل هو على قول واحد أو قولين أو أكثر؟ لماذا المذهب المالكي؟ لأن من علماء المذهب المشهورين بهذا محمد الإمام بن نواز، يعني عدد من علماء المالكية في الحقيقة منفتحون جدا على المذاهب الأخرى. قال ابن أبي زيد في الزيادات: وابن المواز أكثرهم تكلفا للاختيارات. يعني الإمام ابن نواز يعني ليس الإمام اللخمي وحده، فكما نقول إذا علت هالت، فليس الإمام اللخمي وحده هو الذي يأكل العصا كما نقول بالدارجة المغربي، وإنما معه عملاق آخر معروف وهو الإمام ابن النواز. لكن الإمام ابن أبي زيد القيرواني كان أكثر تأدبا وأكثر تلطف في كلامه مع الإمام ابن النواز رحمه الله. بل أن أبا إسحاق الغرناطي في كتابه الوثائق ذكر أنه عرف عن أهل الأندلس مخالفتهم للمذهب في مسائل عديدة، وذكر أمثلة لذلك. لماذا بالمذهب المالكي؟ لأن كما أشار الدكتور العلامة الدكتور نظام اليعقوبي إمكانية الأخذ بالضعيف. صحيح أن الإمام الشيخ محمد الغناوي الشنقيطي يقول: ولم يجوز تساهل في الفتوى بل تحرم
الفتوى بغير الأقوى، لكن نحن نقول وفق ما قاله هو نفسه رحمه الله في البيت الأخير: والحكم بالضعيف غير هاد ما لم يكن من أهل الاجتهاد. نحن نأخذ بالقول الضعيف لكن ليس من أي شخص، إنما نأخذ الأقوال الضعيفة ما دام لها وجه، والذي يقرر هل لها وجه أم ليس لها وجه هم أئمة العلم والاجتهاد. لماذا المذهب المالكي صحيح بالمناسبة القول الضعيف أقسام، ليس قولا واحدا، ففيه ضعيف بالنسبة، ففيه ضعيف في نفسه، فالفارق كبير بهذا. لماذا المذهب المالكي؟ لأنه عنده تعدد في الأقوال. لماذا المذهب المالكي؟ لأنه عنده تميز في مسألة الاستدلال. لماذا المذهب المالكي؟ لأن عنده ما جرى به العمل، وهو مظهر رائع جدا من مظاهر مراعاة استقرار أحوال الناس في المعاملات، وهذا مقصود الشرع. وأنا هنا استسمح للفضيلة الدكتور عبد الستار ضد في نقاش في مؤتمر شورى في الكويت مع أقطاب من العلم أيضا، يعني أشار كلمة في غاية الدقة عندما قال، في غاية الأهمية عندما قال: الخروج عما هو مألوف وما هو مستقر، خاصة وهو يشير إلى المعايير الشرعية وإلى الفتاوى المجاميع الفقهية، الخروج منها قد يثير ما يثير من المشاكل، وهذا في غاية الأهمية. وأنا عندما قدمت تقريرا داخل المملكة المغربية وأعددت فتوى خصيصة لهذا المجال أو منهجا لتحرير الفتاوى في النوازل في المعاملات المالية، قلت لا يجوز الخروج عن ما استقرت عليه الفتاوى في المعايير الشرعية والمجاميع الفقهية إلا لمصلحة راجحة، إلا لدليل معتبر. وهذا طبعا ما جرى به العمل أصل لم يكن معروفا عند الأقدمين، وإنما اعتمدته المدرسة المغربية المتأخرة، ويقصد به العدول عن القول الراجح والمشهور في بعض المسائل إلى القول الضعيف فيها، جلبا للمصلحة ودرءا للمفسدة. وقد نظم محمد بن القاسم الفيلالي السجلماسي عمل أهل الأندلس والمغرب فيما سمي بالعمل المطلق، وأيضا شرحه شرحا سماه فتح الجليل في شرح التكميل والمعتمد. وأيضا وزاد الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عبد القادر الفاسي فنظم العمل الفاسي الذي أشار إليه الدكتور نظام، المعروف بالعملية الفاسية، ولها شروح أشهرها تحفة الأكياس بشرح عملية فاس الإمام المهدي الوزاني، وألف أيضا كما ذكر العمل الرباطي وأيضا عمل أهدسوس، ويذكر أن الشيخ أحمد الرهوني التطواني نظم العمل التطواني أيضا، لكن كل ذلك بشروط معينة. لماذا بالمذهب المالكي؟ لأن فيه قاعدة نفيسة ذهبية، هي قاعدة مراعاة الخلاف، وهي قاعدة مقاصدية بامتياز تتغير رفع الضرر على الرغم من مخالفة هذه القاعدة لمنهج المذهب في التحرير والاستدلال. إذن المالكية أباحوا الاقتداء بالمخالف في الفروع، ومع اعتبار المآل وسد الذرائع أو سد الذرائع وفتحها والمصلحة المرسلة، كل ذلك لتحقيق مقاصد الشريعة. لماذا بالمذهب المالكي؟ لأنه له خصوصية في التنظير التقعيدي. لماذا؟ طبعا التقعيدي، النظرية التقعيد في المذهب نظرية حقيقة قوية وتحتاج إلى دراسات وأبحاث، وطبعا القواعد كما يقول المناطق هي من باب الكلي وليس من باب الكليات. والإمام الأخضري في متن السلم يقول: الحكم على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. أي في المذهب المالكي قواعد نفيسة. المشايخ دائما ما يذكرون قاعدة في المذهب المالكي: ما خرج وعاد فهو لغو. هذه قاعدة معيارية للتمييز بين ما هو من الحلال وبين ما هو من الحرام في كثير من المعاملات. وإذا تساوت الأثمان فلا تبالي بالآجال، أو إذا تساوت الآجال فلا تبالي بالإثمان، وقبض الأوائل قبض للأواخر، وكذلك الاكتفاء بالخبر عن النظر. هذه قاعدة أخذ بها في رهن الحساب، في بيع الغائب وبيع الدين وما إلى ذلك. لماذا المذهب المالكي؟ أسباب كثيرة ومتعددة، أذكر نماذج في دقيقة واحدة، وهي نماذج يعني هي بالعشرات في الحقيقة. من يبيع الدار ويستثني سكنها، هذا ما يسمى ببيع العين مع استثناء المنفعة، فيها كلام لأهل العلم
في حديث باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره أي ركوبه إلى المدينة، استفاد من العلماء الذين ترونهم حل مشكلة صكوك الإجارة. المثال الآخر، هذه من فتاوى التمويل الكويتي: هل يجوز أن أبيع سلعة ما بالأجل بسعر محدد وينص في عقد البيع بأنه في حالة سداد المشتري لقيمة البضاعة في تاريخ الاستحقاق بدون تأخير فإنه سوف يحصل على خصم محدد؟ الجواب يعني نقشت هذه المسألة نقاشا كبيرا. ترى الهيئة عدم العمل بذلك في المؤسسات الإسلامية خشية التباسه ببيعتين في بيعة أو بالربا سدا للذرائع، وقالوا يجوز أن ينص في البيع بالأجل على استحقاق خصم محدد في حالة سداد الثمن المؤجل في أجله المعين أو قبله، على أن يكون نسبة الخصم ثابتة وموحدة لمن سدد في الأجل المعين. هذا أخذا مما في المذهب المالكي، وهو جواز الجوائز المعلقة على أمر مشروع، هي هبة معلقة على شرط، وتعليق الهبة جائز عند المالكية. خطاب الضمان طبعا عندنا من التبرعات. الإمام ابن عاصم في التحفة يقول: وصح من أهل التبرعات، بمعنى أن أخذ الأجرة على الضمان حرام. لكن وجدت قول الإمام ابن الحاجب، ربما هذا قول يعتبر بمفهوم الفقه أو بالتنظير الفقهي شاذ، وما زلت أدقق فيه وسأناقش فيه أو أضعه بين السادة العلماء لإدلاء برأيي في هذا المجال. وجدت أن ابن الحاجب يقول يجوز ضمان بجعل، يعني احنا الحريرة والمشاكل كلها في خطاب الضمان والاعتماد المستند. عندنا هذا المشكل بأن الضمان بجعل هو من أشكال السحت، باعتبار المآل أن ربما قد يقع في الربا بفائدة. ولكن الحاجب كيف خرج عن هذا الإجماع؟ والإمام الحطاب ذكر بأن هذا إجماع فعلا لأهل العلم. أيضا الأمثلة مشكلة الصرف والبيع في اجتماعهما، وأنتم تحفظون أيضا تحفة الحكام عندما قال: ما يستجاز بيعه أقسام أصول أو عروض أو طعام أو ذهب أو فضة أو ثمر أو حيوان، الجميع يذكر، والبيع والشرط الحلال إن وقع مؤثرا في ثمن من امتنع، وكل ما ليس له تأثير في ثمن جوازه مأثور، إلى أن قال: وجمع بيع مع شركة ومع صرف وجعل ونكاح امتنع، ومع مساقات ومع قراض، وأشهب الجواز عنه ماضي. الإمام الأشهب حل كثير من المشكلات. أنا شخصيا من كثير الناس الذين يسافرون نقع في ورطة الجمع بين البيع وبين الصرف، ولكن أتذكر الإمام أشهب وأترحم على قول هذا لأنه مخرج. قضية التوريق، عفوا في اختصار شديد، قضية التوريق أيضا هي فيها من المفاهيم من الأحكام الفقهية ما يشبه ما يسمى عندنا بحوالة الحق، والمذهب المالكي يقر حوالة الحق تحت مسمى بيع الدين بتغيير الدائن، ووضع لذلك ضوابط وشروط. مشكلة خلط أموال المضاربة أيضا المثال الآخر: اشتراط رب المال الضمان على العامل، لكن يجوز تبرعا، وهذا أيضا مشهور في المذهب المالكي سواء من أحد الطرفين يعني أو من طرف ثالث. مشكلة تغريم المدين المماطل أيضا أخذ بالالتزام بالتبرع، ونبهني الدكتور تقي الدين العثماني والدكتور نظام يعقوبي عندما حدثتهم عن صياغة العقود في المغرب، أخبروني بأنني لا أذكر عبارة الغرامة أو الشرط الجزائي، لأن العبارة الأصلح والأنسب والأوفق شرعيا هي عبارة الالتزام بالتصدق او الالتزام بالتبرع. بارك الله فيه. على هذا التمييز لاننا نحن بصدد صياغه عدد من العقود. اسهم بنك يتعامل بالربا، يعني ربما لا اريد ان اخذ كثيرا من الوقت في هذا المجال. ايضا ما يتعلق بالمرابحات الدوليه، مساله شراء الوكيل لنفسه مساله اختلف فيها الفقهاء على قولين كما تعلمون: قول عدم الجواز مطلقا، والقول الثاني الجواز بقيود، وأصحاب هذا القول اختلفوا في نوعية القيود، فذهب المالكية في قول إلى الجواز إن لم يحابي نفسه، وقد منع المعيار الشرعي الخاص بعقد الوكالة التعاقد مع النفس، ولذلك يجب أن يحترم على مستوى عقود البنوك الإسلامية التي وضعت هذه المعايير. عقود الخيارات، منع المعاوضة على الضمان وما إلى ذلك من هذه الأمور حديث كبير حقا يدل على أن المذهب الإمام مالك مذهب نفيس رباني بامتياز، مذهب
جامع بين الحديث وبين الأثر، مذهب فيه تعدد للمدارس، تعدد للجغرافيا، تعدد للتاريخ، فيه يعني تخريجات وما نسميها الآن بالتعبير المعاصر الهندسة المالية، الهندسة المالية الإسلامية. في ثاني أختم ما دمت قد ذكرت الهندسة المالية الإسلامية، أذكر كلاما للإمام الطليطي رحمه الله يقول: وقد قال أشهب في ديوانه: إن البيع إذا وقع على أن ينفق المشتري على البائع حياته أن ذلك جائز. يعني أنا أقف هنا لا أستطيع التعليق، لأن الذي يعلق على مثل هذا الكلام هؤلاء الأقطاب. قال أشهب في ديوانه: إن البيع إذا وقع على أن ينفق المشتري على البائع حياته أن ذلك جائز. في القوانين الأوروبية عندهم عقد يعني مستقر وموجود، صيغته أنني أبيع لك هذه الدار بشرط أن أبقى ساكنا فيها مدة حياتي وفق قواعد الغرر. هذا شكل من أشكال الغرر فيه، والرسول نهى عن بيوع الغرر. ولكن عندما يذكر الإمام الطليطي أن أشهب قال بأن ذلك جائز، أيضا يعني هذا القول يستحق تأملا. أنا لا أستطيع، لست في مستوى التعقيب على الإمام الطليطي وعلى الإمام أشهب في مسائل من جماعة التونسي رحمه الله. يقول: يجوز أن يدفع الرجل للبائع درهما على أن يأخذ به كل يوم وزنا يسميه لحما. أيضا في المذهب لا يجوز أن تشتري سلعة بقيمتها أو بحكم فلان أو بما يبيع فلان أو بما تكون به في السوق. والإمام أبو العباس أعطى مخرجا للمسألة فقال: فأما إذا كان ذلك على جهة المواعدة من غير التزام من أحدهما، بل كل واحد منهما مالك أمر نفسه، إن شاء المشتري أخذ بما بلغت أو ترك، والبائع أيضا مخير، فذلك جائزون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. أكرر ما قاله شيخنا إن التالي يسألوا عن عالي، وهذا ما استفاد منه الأستاذ الدكتور قراء، إنه آخر المتوفات، وكانت الرئاسة كريمة معه وتركت له فرصا من الوقت، فأفادنا فعلا بمقاربة الفقيه لمشكلات الصرافة الإسلامية، واستطعنا جميعا أن نراقب عن كثب كيف يتعامل الفقيه مع هذه المنتوجات ومع المشاكل التي يمكن أن تطرح أمام المصارف الإسلامية. إذن بهذه المداخلة نأتي على يعني برنامج هذا اللقاء، وننتقل بعد ذلك إلى توزيع بعض والآن من فضلكم سنستأذنكم لصلاة المغرب إن شاء الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك نلتقي لتلقي